ازيكم يا ولاد عاملين ايه؟ انا بمر باختبار صعب قوي يا عيال. انا سربت بوتاجازي الكبير وجبت الصغير عشان المطبخ ضيق. لسه بصوا بظبط فيه وبعمل فيه. لقيت الاسعار البوتاجازات غاليه قوي قوي قوي، فجبت واحد مستعمل. بصوا جاي اعمل ازاي. انا كده نضفت تقريبا نصه يعني. بصوا بصوا، دي المجرى اللي بيتحط فيها الباب. بصوا مطلعه منه غير اللي طلعته. كل ده كان اسود ودعكته. الحوامل بقى وسخت تاني البوتاجاز. بصوا الازاز انا كده دعكت مرتين تلاتة. بصوا الازاز بتاعه كده انا دعكاه مرتين تلاتة. انا خايفه افتح الفرن لسه. كل ده ما بداتش فيه اي حاجه خالص، وشكلي هعمله على اجزاء، لان فعلا انا بقالي ساعتين بشتغل، بقالي ساعتين بلعب في البوتاجاز وجربت كل حاجه اهو. بصوا استنى، جربت ده تمام، وده وايه تاني، وده. بصوا كل دول لسه بدعك فيهم. ادعوا لي بقى ربنا يعيني ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي وربنا يستر. بصوا يا جماعه، بصوا ده اعمل فيه ايه بقى. انا اول مره يصادفني حاجه كده. ده انا بشيل بتاع بالصدفه، قلت ايه. بصوا في والنبي هو يظهر حاجه، بس الموضوع جامد جدا. بصوا اول مره في حياتي اشوف كده قسما بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. على قد ما الواحد كان بيشتغل وبينزل شغله ويروح ويجي والبوتاجاز كان بيتقرح، بس لما كنا نيجي نمسكه ندعكه ما كانش عمري الاقيه كده ابدا. كان ممكن اقعد بالاسبوعين والله ما اعرفش اغسله. وانا من النوع اللي ما بحبش احط فويل على البوتاجاز، بحسه كركبه، بحسه دوشه. وعايزه اشيل دي بقى، اشيل دي كده، اشيلها ازاي مش عارفه. هما كانوا حاطين، انا مش عارفه هو ازاي دخلوا الفويل. بصوا الفويل فين، بصوا ازاي دخلوا الفويل هنا. انا ما اعرفش بصراحه. ماشي مش مهم، والله اعلم بقى بظروف الناس. ممكن يكون حد كان لوحده او تعبان، الله اعلم. بس يعني اول مره اشوف كده والله العظيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا يديم علينا الصحه يا ولاد، ربنا يديم علينا الصحه وايه والنظافه يا رب. الحمد لله رب العالمين. على قد ما الواحد فاكر ان هو مهمل، لا في حاجه. بصوا بصوا اللي طالع، بصوا يعني حتى الازاز مش عايز يرشق عدل من كتر ايه الكلكعه دي. صعبه جدا. الحقوني الحقوني، صعبه يا ولاد اوي صعبه. انا مش هقدر على فكره اعملها كلها شكل كده. الله اعلم، ربنا يديني الصحه ان شاء الله باذن الله بعون الله هقدر. بس هيبقى ايه، مره على مره، شكلها كده هتبقى مره على مره. بصوا مش عارف، ناخد سكينه اقوى من السكينه التانيه. استنوا اهي اهي يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده مثلا. برضه بعد كده ننضفها. مش هي الدنيا. بصوا اتدهولت حوالين البوتاجاز. دي بقى بعمل بالفرشه. الفرشه دي كمان بستعملها، ف بتنطور حواليها. لكن بقى لنا قاعدين يومين من غير بوتاجاز، عمالين ناكل رنجه وجبنه وعنب ومش لاقي حاجه. الاسعار نار نار، حتى المستعمل والله، حتى المستعمل اسعاره وحشه جدا يعني غالي جدا. فالحمد لله جت على النظافه بقى ايه، هننضفه بامر الله تعالى. حتى لو ما طلعش معايا المره دي، وهجيب له حاجه بقى. انا هشوف له حاجه، هشوف له حل من الناس اللي بيعملوا اعلانات ده. بس سترس انا مش حاسه ان هو يعمل معايا حاجه في الوضع ده.
بس هسأل وهشوف، حتى لو هنزل العتبة بيبيعوا حاجات ايه هناك. بصوا يا ولاد الحمد لله حتة كالكوعة طلعت. بصوا في آثار ايه. ربنا ييسر الأمر إن شاء الله وهينضف بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله بإذن الله مفيش حاجة صعبة ايه على ربنا. أنا تعبت، استنى أخلص وأقول لكم. بصوا وصلتوا لحد فين؟ لسه بقى بس اللهم لك الحمد. في امل يا ولاد، في امل الحمد لله. مش قادره اوريكم انا منظري عامل ازاي. انا يعني وشي كله ميه. بصوا اللي طلع غير بقى الحوامل دي، يعني ده من الحوامل ومن الحته دي كده. وانا كنت دعكاه قبليها بسلكه كده ان هي تلاقي الموضوع مش نافع، ودعكت جامد برضه، لا الموضوع مش نافع، فكان لازم المرحله دي اعدي بيها. الحوامل دي كانت تخن كده نفس المنظر اللي هناك، كانت تخينه كده برضه، بقيت اعملها بالسكينه. والله المستعان. ادعوا لي ادعوا لي اخلص. بصوا اتفاجئت بايه. بصوا ده غطا البوتاجاز. بصوا الله المستعان، الله المستعان. ان شاء الله باذن الله سهله وبسيطه وهتتيسر. ادعوا لي برضه جاي. اكتشفت اكتشاف ان ده طلع مخرم، انا كنت فاكراه مسدود، طلع ايه مخرم. بصوا بقى افتكاسته افتكاسه برضه، بس ايه ربنا ايه يعمل. بصوا يا ولاد عملت كده، دخلت السلكه من هنا، انا عايزاها تبقى ثابته بس عشان اعرف اوريك اهو. كده بقى بقت قشطه، ونطلعها واحطها في التانية السكينة. الموضوع مرهق، وانا على فكرة انا مش هكمله كده، يعني انا بروح برضه بعد ما اخلص، بس انا لازم اجيب له حاجة لان في مطوس كده يا ولاد، محروق محروق. بصوا انضف والله، عشان الواحد يبقى بيستعمله كده وهو مرتاح نفسيا، لان الموضوع صعب. هكمل واجيب يا ولاد. بصوا بقى دي اخر حاجه قدرت اوصل لها، وهنا نضيف على فكره يا ولاد. بصوا مش عارفه اوريها لكم تاني بعد ما ركبتها ولا ايه، بس هنا نضيف. بس عايزه اعمل بقى الحته المزانق دي ماشي. الحوامل قعدت ادعك فيها لما اتهريت. البوتاجاز طوس شويه من ميه النار، انا مش مجهزه ان انا اغسله دلوقتي، بس قلت هكمل كل ده عشان ده خلاص ايديه. ما عرفتش اتعامل مع البوتاجاز، قلت بقى خلاص هغسله كده غسل اي كلام. برضو ما عرفتش اغسله غسل اي كلام، والحمد لله بفضل الله. والاخرام ظهرت اهي، بصوا اهي. همسح بقى الارض. بصوا اللي طلع بس من واحده من دول، من دي واحده بس. بصوا وكنت دعكه قبليها برضو. هنضف بقى كل الكلام ده، وهنزل النهارده اجيب له حاجه نضفه بيها تاني ان شاء الله، واكمل بقى تنظيفه المطبخ. ادعوني يا ولاد، ادعوا لي ربنا ايه يعيني كده. هو العيون بتاعته ما شاء الله جميله، يعني بصوا يعني عاليه جدا. مش هو عشان مجنون لسه مش عايز يشتغل، بس هو عيونه جميله. يعني شغلنا امبارح كان حلو جدا، كل العيون ما شاء الله حلوه، وعلى قد ايدي بقى الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي رزقني اياه من غير حول مني ولا قوه. يلا باي باي.